مساء الخير على حضراتكم مرة تانية. بنرجع لكم من تاني باستوديو بيت العيلة وقضية من القضايا الخاصة بتربية الأبناء. الأطفال من سن 2 ل5 سنوات الحقيقة يعني بيبدأوا في مرحلة الكلام. مش غريب في خلال هذه الفترة أن الطفل يكون بيعاني من التلعثم في يعني الكلام، في صعوبة في تكوين جملة كاملة، مخارج الألفاظ الخاصة بالحروف. كل هذه الأمور أمور طبيعية، لكن حينما يتعدى الطفل هذه الفترة بيرى بعض الخبراء أنه إذا تلعثم الطفل في الكلام بعد 5 سنوات فإن الأمر يحتاج إلى تدخل المتخصصين. حول هذا الموضوع بيشرفنا أستاذ مجدي داوود، أخصائي التربية الخاصة. مساء الخير يا فندم على حضرتك. نورنا النهارده استوديو بيت العيلة. خليني يعني أعرف لمشاهدينا ما هو المقصود بالتلعثم في الكلام عند الأطفال. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. تعمدت أبدأ بالآية ديت لأن هي لها علاقة بالحلقة بتاعتنا. لأن سيدنا موسى كان عنده عنوان الحلقة بتاعتنا، كان عنده تلعثم، كان عنده حبسة في الكلام. فلما كان براح يعظ فرعون فدعا ربنا سبحانه وتعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني. ففي كان عنده عقدة في اللسان بتاعه. التعريف بتاع التلعثم هو ببساطة عشان السادة المشاهدين ان الطفل بيبقى عنده مشكلة في الاسترسال في الكلام. والاسترسال ده ممكن يكون المشكلة اللي موجودة عند الطفل، ممكن تكون المشكلة دي في صوت من أول الكلمة، ممكن يكون مشكلة في المقطع، ممكن يكون مشكلة في الكلمة نفسها، ممكن يكون في المشكلة في الجملة بشكل كامل. فالطفل يبدأ يتلعثم وما يقدرش يطلع الكلمات اللي احنا عايزين نقولها بالشكل الطبيعي. فده يبدأ الأب أو الأم تلاحظ إن ابنها ده مش زي اخواته، مش زي قرايبه، مش زي اصحابه. فبالتالي ده ببساطه خالص ده اللي هو الطفل المتلعثم. يعني باللغه كده الدرجه عندنا اللي هو يتهته. جميل. هي التهتها او التلعثم يعني او الحبسه يعني يبادر في النطق بالكلمه لكنه لا يخرجها من اول مره. ده هيبان لنا لما نيجي نتكلم بقى في الاعراض. ايه وده اللي هيخلينا نبدا ننتقل لنقطه الاعراض. ايه الاعراض اللي الام او الاب لما يشوفها يعرف ان الطفل ده عنده تلعثم او تهتهم. تمام. من ضمن الاعراض اللي بتبقى موجوده عند الطفل ده ان الطفل لما يجي يتكلم، لان احنا لما الكلام اللي احنا بنتكلمه ده هو هواء طالع من الرئتين اللي بيتشكل في جهاز النطق فيديني كلام. فالهواء هو ده طالع بيجي في منطقه معينه ويتحبس، فدي اسمها حبسه. خلاص دي مشكله. ده عرض من الاعراض. ده عرض طبي؟ ده عرض طبي لانه غالبا ما بيكون المرض يعني المشكله بتعود لاسباب نفسيه، لكن في جزء منها حضرتك بتقول طبي. هنيجي لما نتكلم على الاسباب. ايوه، ما انا بتكلم في انه يعني هنفصل كده، احنا هنفصل بين الاثنين. فده دي عرض من الاعراض. في عرض تاني مثلا الطفل وهو بيتكلم ممكن يحصل له احمرار في الوجه. ممكن الطفل وهو بيتكلم الكلام بتاعه ما يكونش كامل بالصورة اللي احنا المفترض نسمعه بيها، فيجي في منطقة كده ويبدأ يقف، فبيحصل زي فكرة ايه فرقعة كده او انشطار في الحرف ده، زي ما نقول ب ب ب ويبدأ يطلع الكلمة ايه بشكل الايه الفرقعة. بتحصل للطفل تشنجات. وممكن التشنجات دي غالبا بتبقى في عضلات البطن او عضلات الرقبه، فيبدا يقول لك انا عايز فتلاقي التشنجات دي بتحصل فين؟ في منطقه عضلات الرقبه. الحاجه اللي بنلاقيها كمان برضو من ضمن الاعراض اللي هو الرد الانفعالي بتاع الطفل. ليه؟ لان الطفل عايز يتكلم فمش عارف يتكلم فبتاثر نفسيا، فينتج عنها اللي هي بقى العصبيه، يبدا يتعصب على اللي حواليه او يتعصب عشان مش عارف يوصل الرساله للي قدامه. فده من ضمن الاعراض اللي ممكن الام تلاحظها. من ضمن الاعراض اللي ممكن الام تلاحظها بتلاقي الولد مش عايز يبادر بالكلام.
لانه بقى خايف من انه يتكلم بطريقه مش صحيحه فيتعرض لنقد من اللي حواليه فيحرج. جميل. فده من ضمن الحاجات اللي احنا الام لازم تخلي بالها منها. فالام شايفه الواد مش بيتكلم كويس، عنده تهتهه او تلعثم، عنده حبس او النفس مش بيطلع، الكلام مش مساعده، عنده احمرار في الوجه، عنده تشنجات في العضلات، بيبدا يتعصب، عنده بربشه في العينين. البربشه دي بنقول عليها ان هو ما يقدرش يتواصل او مش عايز يتواصل مع اللي قدامه كنوع من الهروب. فهو يبدا يهرب بطريقه البربشه دي عشان ما يتواصلش، ويبدا يبص في نواحي تانية كده عشان ما يعرفش ردود افعال الشخص اللي قدامه على طريقه الكلام بتاعته. تمام. دي كلها بشكل عام اعراض ممكن الام تشوفها وتبدا توجه الطفل ده، وتبدا تتجه لاخصائي تخاطب او اي ما قلناش يا دكتور ده من سن كام؟ يعني الاعراض دي امتى اشوفها عادي بشكل طبيعي؟ يعني يمكن انا لما اتكلمت في المقدمه اتكلمت عن التلعثم في الكلام، يعني ان هو ما يكملش جمل، يعني ما اتكلمتش عن الظاهره اللي حضرتك بتتكلم عنها. لكنه وفقا لكلام حضرتك لو في مشكله طبيه ده ممكن بقى يظهر من قبل 5 سنين. جميل. احنا عندنا التلعثم في الغالب من اول ما يبدا الطفل يتكلم. يعني في دراسات بتقول لك من عام 18 شهر، وفي من 2 ل4 سنين. ليه؟ لان دي المرحله اللي بتكتمل فيها يكون الطفل عنده جمله من كلمتين او 3 كلمات فهيبان لي. انما قبل كده ما اقدرش. الطفل بيقول كلمه بالعافيه. انما طالما وصل لمرحله الجمله اقدر اقيس هو عنده تلعثم ولا لا. بالزبط. فدي المرحله السنيه اللي انا اقدر تبقى عيني عليها، وتبقى الام عارفه ان هي دي المرحله اللي ممكن تحصل فيها مرحله التلعثم. تمام. حاجه مهمه جدا لازم الاسره تخلي بالها منها، لان وده يخلينا نتكلم عن التلعثم. ممكن في تلعثم طارئ مش مرتبط بقى نتيجة مشكلة، ضغط عصبي، ممكن مشكلة نفسية. الطفل اتعرض لموقف معين. بيقال ان الطفل اتفضلي فندم. ممكن الطفل اتعرض لموقف معين، في مشاكل أسرية بتحصل قدامه. لا ده احيانا كمان لما الام بتنجب طفل جديد وبيدخل على الخط يعني العاطفي ما بينها وبين الابن الكبير، تجد مثلا الكبير ده في مرحلة في مرحلة 5 سنين 6 سنين في مرحلة الدراسة يعني في المدرسة، وتجده ما كانش عنده مشكلة تبدأ تظهر وكأنه نقوص يعني. جميل. فده من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتقوليها بالفعل، ان بيجيله احساس ان الطفل اللي جاي ده هياخد مكانه. فيبدا هو يتهته، فالاسره تبدا هي بقى تعنف الطفل، وتبدا لا هو بيعمل ده لحاجه معينه. في الحاله لما يظهر عندي تلعثم طارئ، في الحاله دي انا اتجاهل الطفل خالص. ليه؟ لان لما بعلق على الطفل بتبدأ نثبت عنده المشكلة، فيبدأ يعرف ان المشكلة دي لها تأثير على الأسرة وعلى الأم وعلى الأب، فيبدأ بدل ما يبقى التلعثم طارئ يتحول إلى تلعثم دائم. فلما يبقى مرتبط بموقف نساعد زوال الموقف. لو ظهر لازم نعمل على يعني التخلص منه، والا هيتحول لحاجه مزمنه. جميل. هنعمله الاول تجاهل. ايوه خلاص. تجاهل. ما نلفتش نظر الطفل، نقول له ايه اتكلم كويس، انت بتتكلم بالنا من ان هو بيعمل كده. فاحنا بنلفت نظره لان هو مش عارف ان دي اسمها تهتها، او هو سلوك حصل كده، عايز بيعمل اي سلوك عشان تبدا الاسره تنتبه له وتبدا تبص له. لا، فاحنا في الحاله دي هنبدا نتجاهل لفتره معينه، وبعد كده نبدا نتدخل مع الطفل. تمام. ده هيخلينا نتكلم احيانا في نظريه تفسير الاسباب. يعني عندنا 3 نظريات بتفسر سبب التلعثم. ايوه. عند اول نظريه اللي هي النظريه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول خالص، المشكله الطبيه. فعلا اثبتت دراسات حديثه ان في بعض حالات، يعني خلينا نقول ان التلعثم مش تبع نظريه واحده، وكل حاله منفرده. الناس ما تاخدش الكلام وتبدا تقول المشكله طبيه او مشكله نفسيه او مشكله لا، كل حاله لها الوضع بتاعها. احنا بنقول مؤشرات بس. مؤشرات. ففي حالات في مشكلتها طبيه. ممكن مشكله ان احنا عندنا مركز النطق والكلام اللي هو موجود على المنطقه الشمال في الراس هنا. ده ممكن يكون فيه مشكله معينه، ممكن تكون مشكله معينه في الوصلات اللي واصله لجهاز النطق والكلام، ممكن تكون مشكله. في دراسه اتعملت قال لك ان سببها جين من الجينات الوراثيه، بس لسه لم يتوصلوا الى الجين نفسه. ده مشكله طبيه. دي نظريه ثانيه، نظريه نفسيه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. ممكن يكون بقى مشكله في البيت، ممكن يكون مشكله في المدرسه. ممكن يكون فدي ممكن عوامل كلها تخلي الطفل يبدا يتهته. من ضمن الحاجات اللي هي النظريه الاخيره، النظريه السلوكيه، حاجه اسمها ارتباط شرطي. ممكن نظرا لموقف سلوكي قدامه حصل،
فبدأ يقلد او يعمل الحاجه دي، فخلاص بقى يمشي على جزء السلوك من ده. السلوك. فدي نظريات باختصار خالص، عشان برضو ما نجهدش الساده المشاهدين بفكره النظريات والكلام المرسل. فده باختصار فكره التلعثم والاعراض بتاعه والنظريات اللي بتفسره. ده يخلينا ممكن ننتقل لحاجه مهمه، ودي انا حابب اتكلم فيها بشكل كويس، لان انا بحب الاسره نفسها تبقى معانا، وان احنا نديها معلومه. المعلومه دي الاسره تبدا تستفيد بيها وهي قاعده في البيت. تمام، اتفضل. اول حاجه عندنا مجموعه ارشادات وقائيه. الام لو حست ان بالفعل ابنها عنده مشكله، او حاسه ان هو داخل في الدايره دي اللي هي دايره التلعثم، المفترض في المنطقة دي لازم نسمع للطفل بشكل كويس. الاستماع الجيد للطفل. بمعنى ايه نسمع للطفل بشكل كويس؟ مع التجاهل. مع التجاهل. يعني هو جاي يكلمني في حاجة، بيحكي في موضوع. فانا هسمعه بكل هدوء خالص. مش هقاطع الطفل. ومش هركز على طريقة الكلام بتاعته. مش هقول له انت بتتكلم كده ليه؟ لا اتكلم كويس، لا اسيبه يتكلم. تاني حاجة مهم جدا، تعبيرات الوش بتاعته يكون فيها الابتسامه. ليه؟ لان الطفل بيقرا تعبيرات وشه. اول ما يحس ان انت بتبرقي، ان كلامه مش عاجبك، فيبدا هو ايه؟ فاحنا كده بنقول له لا تلعثم. لا لازم نسمعه بشكل كويس. رقم 2، لو كمان معلش يعني يمكن كلام حضرتك بيثير تساؤلات لدينا بهذا الخصوص. حضرتك بتقول الفترة الأولى تسمعه يعني الابتسامة دي مع تجاهل الموضوع. لو مثلا أحد الوالدين متعود يضرب، تمام. لانه دي من الامور على فكره اللي بتعمل مشكله. يعني لو الاب مثلا، يعني بتسمع الام مثلا، لو الاب معتاد انه اي خطا بيضرب الطفل، يفضل طبعا في الفتره دي انه ده ما يحصلش. ممنوع الضرب اطلاقا. لان تربويا الضرب بيترك اثر نفسي سيء. يعني احنا لما نيجي نتكلم كمان من ضمن الحاجات العلاجيه المفترض ان احنا نزرع الثقه جوه الطفل. بموضوع الضرب ده احنا بنهز ثقته في نفسه. فموضوع الضرب ده ممنوع اطلاقا. صحيح. عشان نبقوا متفقين. الحاجه الثانيه اللي المفترض الاسره تعملها، لما عايزه ابنها يتكلم بتطرح عليه اسئله بسيطه. تقول له حبيبي تعالى، انت عملت ايه؟ انت عملت ايه في المدرسه النهارده؟ عملت ايه في الحضانه النهارده؟ فيبدا الطفل ايه؟ يتكلم كلام بسيط خالص. فاحنا مش بنساله اسئله معقده يبدا يقعد يفكر كتير ومش عنده المفردات ولا الحصيله اللي هيجاوب بيها. حاجات بسيطه، اسئله بسيطه. ليه؟ عشان عايزينه يسترسل في الكلام، يبدا يقول كلام بسيط. لان حتى لو هو قليل الكلام، يعني في اطفال بطبعهم بيبقوا قليلين الكلام. جميل. احنا بقى نحاول ننكشه، يعني ما نسالش اللي هو السؤال المغلق. يعني سؤال مغلق اقول لحضرتك ولا لا؟ لا نعم، احنا عايزينه يحكي. قول كمان وعملت ايه كمان، والمس قالت لك ايه. فيبدا الطفل ايه؟ يسترسل في الكلام. تاني حاجه، لما نطرح عليه سؤال لازم نديله الوقت يفكر. لان حضرتك لما اطرح او انت بتطرحي عليا سؤال او انا بطرح حضرتك سؤال، احنا بنفكر بصوره بصريه. فبنشوف الكلام كانه عباره عن صور. فاحنا بنطرح السؤال على الطفل ونقول له قول خلص. فاحنا بنحطه حاجه تحت حاجه اسمها ضغط الوقت. احنا عايزينه يقول دلوقتي. فالسرعه دي اللي هو حتى بيحصل مع المدرسين في المدارس، عايز الواد يقول بسرعه. فانت بتحطيه تحت ضغط اسمه ضغط الوقت. جاوب. فالطفل يبدا ايه؟ يتلجلج او يتلعثم. برضو ان احنا نديله مساحه او وقت زمني، نقول له خد راحتك اللي انت بتهديه، خد راحتك وفكر بالراحه. دي من ضمن الحاجات المفترض برضو الاسره تعملها. تمام. من ضمن الحاجات اللي الاسره تعملها حاجه مهمه جدا. لو احنا بقى خلاص عملنا الحاجات الوقائيه ديت ومشينا مع الطفل واحده واحده، بس برضو ما زال لسه عندنا الطفل بيتلعثم. طيب في الحاله ديت هنبدا بقى نشتغل مع الطفل. من ضمن الحاجات اللي بنشتغل بيها مع الطفل حاجه اسمها اسلوب صرف الانتباه. انا بحول انتباهه عن التلعثم، عن طريقه كلامه. بمعنى هجيب قصه بسيطه كده ظريفه، خلاص كده، واقعد اقرا له القصه. خلاص كده، وبعد كده احكيها له واقول له يلا احكي لي. وهو بيحكي لي هديله رسمه كده اقول له لونها. فهو مركز مع الايه؟ مع التلوين وهو بيتكلم. فانت شتته، بعدته عن انه يسمع نفسه. جميل. بيتلعثم في انه بيرسم. فهو احنا كده عملنا له صرف انتباه على حاجه معينه عشان ما يقعدش يركز في طريقه كلامه. غالبا الطفل المتلعثم او الشخص المتلعثم بيقعد يفكر
في طريقه الكلام، هو واقف هنا طب مش هيقف هنا، طب هيقول ايه. انما انا بعمل له صرف انتباه. من ضمن الحاجات اللي بعمل بيها صرف انتباه ان بلبسه سماعات، وبقى كل البيوت فيها موبايلات دلوقتي كويسه، ويكون مثلا بيسمع قران، بيسمع اغنيه، بيسمع نشيد، اي حاجه، وبديله حاجه بسيطه ان شاء الله من المنهج بتاعه، اقول له اقرا لي النص ده وهو بيسمع. ف دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي حاجه، اللي بيسمعه مالهاش علاقه ما شتتش. لا ده دراسه علميه معموله مالهاش علاقه بده. فده من ضمن صرف الانتباه. هو قاعد ماسك القصه او ماسك النص او ماسك وده بروي يعني حاجه كده في الخلفيه. فهو عامله صوت، وفي نفس الوقت هو بيقرا، لان غالبيه القراءه بتاعتنا بتبقى قائمه على الناحيه البصريه طبعا. فانا ممكن يبقى في حاجه شغاله اللي هو ان انا ممكن اشتغل على مهارتين في نفس التوقيت. فانا في النهايه عايز احول اصرف انتباهه عن الجزئيه دي. فدي حاجه ممكن الام سهله تعملها جدا في البيت. حاجه مهمه برضو الام ممكن تعملها في البيت اللي هو حاجه اسمها المصاحبه. ودي من الطرق الفعاله جدا في علاج التلعثم. بمعنى ايه يا دكتور؟ او المصاحبه او الظل او الشادو. بمعنى ان انا بجيب قصص بسيطه جدا، في قصص لا تتعدى نص صفحه. جميل كده. وببدا انا اقرا القصه مع الطفل. الطريقه دي يعني مثلا على سبيل المثال جايب صوره وكلام تحت قليل. دي طريقه لو الطفل بسيط جدا. انما لو هو طفل مثلا بتبقى يعني مثلا ده نوع من انواع القصص بعباره عن نص صفحه بس القصه دي. هي القصه كلها. تمام. فانا ببدا اقرا الطريقه ديت. الساده المشاهدين يركزوا معانا عشان يعرفوا ينفذوها مع ولادهم. انا ابني قاعد جنبي خلاص كده، واقول له ركز معايا يا احمد، وببدا اقول القصه دي او الكام سطر دول او الخمس سطور لوحدي انا. ويقول لهم هو مش هيقول معايا لسه، انا هقول اول مره. تمام. عشان اسمعه الكلام الكويس، الكلام الصحيح. تمام. بعد كده هقول له يلا هنقول مع بعض. بس الكلام اللي انا هقوله ده احنا ما ينفعش نقوله للطفل. انا بس هقول له يلا نقول مع بعض. يبقى اول واحده هي 5 مراحل عشان الساده المشاهدين. اول واحده اقول لوحدي. تمام. تاني مره هقول انا والطفل بس صوتي اعلى من صوته. ليه صوتي اعلى من صوته؟ عشان ياخد القرايه الصح من الله ينور عليك. ده مهم جدا لانه يبقى مركز في الكلام الصح، مش مركز في طريقه كلامه. تمام. هو بيقول معايا. المستوى الثالث اني بقول انا وهو وصوتي في نفس مستوى صوته، مقربين من بعض. المرحله اللي بعد كده اقول انا وهو وانا اللي بتحكم في صوتي، اقوم نازل انا بصوتي درجه ويبقى صوته هو اعلى من صوته. المفترض كل مرحله من دول بتاخد اسبوع. انا الاسبوع ده هناخد مثلا مرحله نقول انا وهو بس صوتي اعلى من صوته. انا وهو اخر مرحله اللي هي اقول له يلا قول يا حبيبي يلا لوحدك. خلاص. بس ده ممكن الطريقه دي ممكن نعملها على شهر، عده اسابيع. على عده اسابيع. ما ينفعش اعمل ال5 مراحل. لا طب مش في قعده يعني. من ضمن الطرق المهمه الموضوع جداً. مش محتاج تعجل. فاحنا كده طريقه صرف الانتباه، طريقه المصاحبه. الحاجه الثانيه اللي هي تدريبات النفس. ودي بتحتاج مجهود شويه. وبتجيب نتيجة عالية جدا مع الأولاد اللي إدراكها كويس. عشان برضو عشان السادة المشاهدين نبقوا متفقين. طفل التلعثم بالظبط هو قدراته كويسة أصلا. يعني مش طفل معاق. عشان بس الناس ما تربطش ده ان هو عنده مشكلة. بتربطه بالتوحد أحيانا. بتربطه بأيا كان بقى المشكلة اللي موجودة عند طفل. إنما هو في الغالب النسبة بتاعتهم بيبقى هو طبيعي وفي مدرسة وبيوصلوا الجامعة ومنهم علماء ومنهم مؤلفين ومنهم خبراء ومنهم قواد. يعني عدينا اسماء لناس كان عندهم تلعثم عالميين وتخطوا المرحله دي وقادوا البلاد بتاعتهم. فاحنا الجزئيه ديت مهمه جدا ان الاسره تبقى مركزه وتشوف هي هتتعامل مع تدريبات النفس ازاي. فاحنا هنتكلم بطريقه بسيطه خالص. ممكن الام تعمل تدريبات النفس دي مع ابنها في البيت. ايوه. من ضمن التدريبات اللي احنا بنعملها خلاص الطفل يبقى قاعد في حاله استرخاء على الكرسي كده خلاص، ويبدا ياخد نفس من مناخيره خلاص كده، ويبدا يطلع النفس من بقه خلاص. وهو بيطلع النفس هيقول ها، بيطلع ايه الصوت ده. يعني ده حتى المسمى بتاعها ها. النوع الثاني خلاص بيبقى هو برضو قاعد وبياخد النفس بطريقه بطيئه ويبدا يطلع النفس ده خلاص كده، ويعمل ممكن يعمل في اللحظه دي ان هو يبدا يقفل عينيه خلاص. من ضمن الحاجات الثانيه اللي هو حاجه اسمها التنفس التناوبي، ان انا اسد الناحيه دي
تمام. فبيعمل ده اسمه تنفس تناوبي، والتنفس الهاء، والتنفس اللي هو ان انا المنشط، او ان انا بعمله وانا في حاله استرخاء وانا مغمض. طيب في نوع تاني وده فعال جدا في فكره التلعثم، الطفل بينام على ظهره. ايوه. يعني الاوضاع برضه عشان الساده المشاهدين، تدريبات النفس ممكن اعملها وانا نايم على ظهري، ممكن اعملها وانا قاعد، ممكن اعملها وانا واقف، ممكن اعملها وانا ماشي. بس التسلسل ان انا ببدا الاول وهو نايم على ظهره، لانه بيكون في حاله ايه؟ استرخاء. تمام. فالطفل وهو نايم على ظهره خلاص كده بياخد النفس، خلاص كده ياخد النفس ويحاول يملى بطنه بالهواء، مش صدره، يملى بطنه بالهواء لحد ما يحس ان ايه؟ بطنه مليان. خلاص كده. ونحاول احنا ممكن نقلد ونقول له اعمل زينا يا بابا، ونحط ايدنا على بطننا وايدنا على صدرنا، ويبدا الطفل خلاص يبدا ايه؟ يطلع الهواء ده، يبقى خد النفس بالراحه خلاص كده، ويبدا يطلعه بالراحه. ده مرحله. المرحله الثانيه ان هو برضو بياخد النفس ده بالراحه ويطلعه بسرعه. بسرعه خلاص كده، ويبدا ياخد النفس ده بالراحه ويطلعه بالراحه. تمام. يبقى ياخد النفس بالراحه ويطلع النفس بالراحه، ياخد النفس بالراحه ويطلع النفس بسرعه، ياخد النفس بسرعه ويطلعه بسرعه. خلاص. ده علشان ايه يعني؟ علشان الاحتباس حضرتك اتكلمت عنه في الاول اللي هو ربنا يبارك لك. كده انت عملت ربط ما بين اللي احنا قلناه في الاول. هو ايه الفكره كلها؟ ان احنا عندنا مجرى الهواء، احنا بنتكلم مجرى الهواء طالع 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 كانها ماسوره كده، فبيحصل، فاحنا بنعمل وكاننا بنعمل توسعه للمجرى ده. ده من ضمن تدريبات النفس. فاحنا لو اتكلمنا عن تدريبات النفس اكتر من 15 نوع، فهنكتفي بدول وممكن نبقى نكتب تفاصيل على انا عايزه اتكلم عن يعني الفروق بقى بين يعني البنات والولاد. هل جميل. البنات اكتر تلعثم؟ يعني ما اعرفش، بشعر انه البنات بشعر ان الولاد دايما بيبقى هي اللي عندها المشكله دي اكتر، ولا دي النسبه بشكل عام 1%. ايوه. البنين للبنات 4 ل1، يعني 4 أولاد. أيوة، مش أنا بقول يعني أنا بشعر إن البنات ما عندهاش المشكلة دي. بس حتى لو عند حضرتك يعني ولد وبنت توأم، تجد إنه حتى من غير تلعثم البنت بتسبق في الكلام. جميل. ده يعني لغويا شوية البنت بتسبق في الكلام، وحركيا الولد يسبق تمام. صحيح. من ضمن الأنشطة اللي ممكن الأم تعملها في البيت من ضمن تدريبات اللي هي التوسعة، حاجة اسمها الأكل الساخن. يعني ايه الأكل الساخن؟ خلينا نقول احنا قاعدين وسط ضيوف، عند ناس ضيوف، وكلنا حاجة، فالحاجة دي طلعت سخنة. من الاتيكيت ان انا مش هينفع اطلعها. فايه اللي بيحصل؟ السادة المشاهدين تركز، بسيب الحاجة ببقي خلاص كده، وابدأ ابردها هو ببقي. شفتوا التمرين ده؟ ده تمرين عبارة عن ايه؟ لو احنا ركزنا فيه ان كأن الحاجة على في بقنا، بس اللسان معدول خلاص مستقر، وشفايفي مفتوحة، والشهيق والزفير طالع. فكأن ببرد الحاجة وهي ببقي. تمام. ده كده. دي نفس الحاجة. ده من ضمن الحاجات اللي احنا، وخلينا نعمل الحاجات يا جماعة مع الأولاد عن طريق اللعب. يعني تبقى مرح. يعني ما يبقاش، ما ناخدهاش كأنها يعني كورس علاجي، ولا كأننا بنلعب. وحتى لو الأم عملت ده على سبيل يعني ان هي بتعمل زيه، يعني بتبقى بشكل لطيف عشان ما يحسش ان عنده مشكلة. كمان لو في اخوات على فكرة ده مهم جدا. يعني لو في اخوات. بالمناسبة اللي انت قلت دي كمان، ان احنا لما نعمل حتى التمارين دي ما ينفعش نعملها قدام اخواته. ان احنا بنحدد له وقت نص ساعة مثلا هنقعد بيه في غرفة من غير بقى لا تلفزيون ولا هيصة ولا موبايلات، عشان نركز. ونبدأ نشتغل معاه النص ساعة ده، فالطفل يحس ان انت قاعدة مهتمة بيه. ويبقى حد من البيت يا دكتور، يعني نعم؟ حد من البيت، لانه اعتقد ان لما بيتم اللجوء لمتخصص في مثل هذه الامور بيشعر الطفل برايبة، يعني ما بيبقى مرتاب للامر، ما بيبقاش ده طبيعي عند الاولاد الاطفال. ان يعني اول ما بيروح اي مكان حاسس ان ده المكان ده يعني ممكن المختص يعطي يعني لو حد زي حضرتك تعطي نصائح للاهل، لكنه يعني بتهيألي هذه الاجراءات الاهل ياخدوها علشان يبقى حتى مرتاح في البيت. جميل. غير ما يبقى رايح عياده او مكان وحاسس ان هو يعني في مشكله هو بيعاني منها. يعني انت لو لاحظتي ان احنا كل اللي بنقوله ده الام تعمله، بنوجهه. ايوه صحيح. وحتى لو ودت لاخصائي، الاخصائي بيعمل اللي انا بقوله بالظبط. بس خلينا نقول ان الاخصائي ممكن بيشتغل باحترافيه شويه، بيبقى مركز شويه، بس لو الام شغاله مع الاخصائي
يبقى افضل، هيبقى في نتيجة سرعه أفضل. في الاداء عند الطفل، ويبدا يتكلم بشكل هو كويس. بالمناسبة لو في حد من الإخوة عنده هذه المشكلة، وارد أكتر أطفال يعني الطفل الجاي أو كده يبقى عنده نفس المشكلة؟ لا مش شرط يعني، مش شرط. بس الافضل ان احنا نسرع في علاج الطفل الاولاني. آه. لان قاعده عدوى. في التربيه عدوى. ده مهم، لان في من ضمن يعتبر إنه الإرشادات ده طريقة الكلام العادية يعني. ده حقيقي فعلا. يعني لما بنحط من ضمن الارشادات حتى اللي بنقول للام، ما ينفعش الطفل يختلط باولاد عندهم تلعثم. لو هو عنده لو يعني هو عنده تلعثم واولاد تانيين عندهم تلعثم، فاحنا كده مش بنعالج، احنا مش بنحل مشكله. فمهم جدا لو احنا عندنا الطفل الاولاني عنده تلعثم، نحل المشكله نحاول بسرعه، نحل المشكله قبل بسرعه ما تتنقل للاخرين، لان الطفل الثاني بيتعلم من اخوه الاولاني. صحيح. وده مهم جدا. والاولاد بيتعلموا من بعض اسرع. وهي على فكره الامور يعني ببساطه يعني واضحه، يعني وفقا للي حضرتك قلته ما اعتقدش المشكله هتبقى كبيره. بشكرك يا فندم استاذ مجدي داوود، استشاري التربيه الخاصه. شكرا جزيلا تشريف حضرتك لينا النهارده، واشكر حضراتكم لمتابعه حلقه اليوم من بيت العيله. ان شاء الله غدا هنكون مع حضراتكم في نفس الموعد وبيت العيله. كونوا في انتظارنا وتصبحوا على خير.